حبايب قلبي ابطال الصف الثالث الاعدادي، اهلا بيك يا بطل في الفيديو رقم 6 اللي متاح على يوتيوب دلوقتي. وكمان بفكرك للمره المليون ان فيديوهاتنا متاحه في الديسكريبشن على استاذ دوت اكاديمي، هتلاقي اللينك وهتلاقي كوبون الخصم 100%. زي ما وعدتكم هتلاقوا فيديوهات الشرح بتاعه المراجعه النهائيه، وهتلاقي الفيديوهات بتاعه الحل بتاعه المراجعه النهائيه كامله، خطه ال10 ايام كامله باذن الله فور فري ليك يا بطل على استاذ دوت اكاديمي. ويلا بينا نبدا نحل على الدرس بتاع جرامر يونت 3 باسهل طريقه ممكنه. عايزك تحل زي عبده، يلا بينا بسم الله. This project، ايوه يا مستر عبد الرحمن، ايوه يا مستر. This project يعني ايه this project؟ الراجل بيقول لي هذا المشروع. طيب عندي next Friday well finish. الله، طب فين الغلط؟ ما انا عندي اهو جمله بدأ ب this project وعندي well finish وعندي next Friday يعني مستقبل. انا قلت لك اول ما تلاقي will بص على اللي قبلها وبعدين فكر. المشروع سوف ينهي، هو المشروع بينهي ولا بيتنهى؟ يلا يعني المشروع هو اللي بيخلص ولا هو اللي بيتخلص؟ لا يا مستر المشروع ده حد بيشتغل عليه. ايوه يعني هنا الاوبجكت ده هنا اسمه اوبجكت مفعول. this project او will be فانش ده كده يعني سوف ينتهى منه، تمام كده؟ هو اللي هيتخلص. خش على اللي بعده. the exam papers اوراق الاختبار well تشيك. الله، طب ما انا عندي will والمصدر اهو، ابص على اللي قبل will. مستر عبد الرحمن قال لك كده تشوف will بص على اللي قبلها وبعدين قرر، يا تحط مصدر يا تحط بيه والفعل في التصريف الثالث. سهله وحلوه وطعمه. انما ايه؟ بص بقى، بص 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 يا قلبي بص. يبقى هنا عندي will هي اوراق الامتحان بتفحص، يعني هي اللي بتفحص ولا هي اللي بتفحص؟ هي اللي بتراجع ولا بتتراجع؟ هي اللي بتعلم ولا بتتعلم؟ يا مستر يعني اوبجكت يا مستر بقى. ايوه طبعا انا عايز اقول will be checked. يعني ايه؟ يعني فحصت بواسطة مين؟ بواسطة المعلم. خش على اللي بعده. our says will سوف. اول ما اشوف سوف بص على اللي قبليه. ايوه لا بس يلا بص بهزر معاك. يلا بص هنا بقول our says يعني المقالات بتاعتنا سوف return next week. يعني المقالات ما بتعملش ده، هي اللي بتتريتيرن. يبقى اقول will be والفعل في التصريف الثالث will be والفعل في التصريف الثالث. خلي بالك دي اسئله كتاب المدرسه وكتاب التقييمات، يعني مش تجويده من مستر عبد الرحمن. اصحى كده، اصل هو هيختبرك في ايه؟ ما قداموش غير كده، يا اكتف يا باسف، امال هيعمل ايه؟ طب بص على اللي بعده. وي ويل اشوف بعد كل قبل ما اشوف ويل ابص على اللي بعديها. يبقى انا عندي هنا وي احنا سوف. ايوه احنا اللي سوف، احنا اللي سوف. يبقى احنا فاعل، يبقى بعد ويل الفعل في المصدر على طول. هنا driverless car well used everywhere. الله، ايه ده؟ ايه ده؟ طب هنا وي ويل بعدها فعل في المصدر. الله، طب ما هنا انا بقول ويل واللي قبليها مش فاعل ده مفعول. طب ما هو فعل في التصريف يا ابني اسمها ويل بي والفعل في التصريف الثالث. ما هو يا ويل والمصدر يا ويل بي والفعل في التصريف الثالث، ما فيش اصلا خيار ثالث. انت ما قدامكش غير الاثنين دول، فالدنيا سهله ورايقه وجميله. بص على اللي بعده. ذا هوم ورك. الهوم ورك ده هو اللي هيعلم ولا هيتعلم؟ هيتعلم. يبقى will be والفعل في التصريف الثالث will be corrected وهكذا. father البابا، عايزين نعرف نقط his car عربيته بكره. هيصلح عربيته ولا هيتصلح عربيته؟ لا هيصلح، يبقى will والمصدر will fix. ذا تيست يعني الاختبار هيصلح ولا يتصلح؟ لا هيتصلح. طب ما هو يا مستر كاتب ويل وحاطط فعل في التصريف الثالث. ايوه انا ماليش دعوه باللي هو كاتبه، اللي هو كاتبه ده هو بيقول لك دي غلط، انا مالي باللي هو كاتبه، انا عايز استخدم ويل. طب الامتحان هيتصحح يبقى ويل بي والفعل في التصريف الثالث يبقى will be corrected. المهم مش انك تبقى فاهم الدرس، المهم انك تعرف ازاي تحل. لازم تبقى برنس كده وجامد كده وانت بتحل. 10 على 10 ان شاء الله عز وجل. خش على اللي بعده. يلا مستر عبد الرحمن. اطلعه فوق ازاي؟ انزل ياض انزل ياض اهو. طيب بيقول لك ذا ليدر، ايوه الخطاب سوف. ده هو بقى هنا اللي برنس بقى. بص الطريقه الجديده في الاختبار will بي على طول بعديها الفعل في التصريف الثالث. الفعل التصريف الثالث. يا مستر بس انا بتلخبط في تصريفات الافعال. ده انت كده لسه بتقول على السكر اوكر. مفيش حاجه اسمها بتلخبط في تصريفات الافعال. المنهج بتاع الترم الاول بتاع ثالثه اعدادي
كله كده اهم حاجه فيه الفعل في التصريف الثالث. من اول درس الاولاني بريزنت بيرفكت تصريف ثالث، حاله اف الثالثه ما بتستخدمش غير تصريف ثالث. الفيوتشر باسيف يعني المستقبل في المبني للمجهول، اصلا اي مبني للمجهول يعني الجمله بتبدا بالمفعول والفعل في التصريف الثالث، ده ليله بيضه. لازم تصريفات الافعال ثم تصريفات الافعال ثم تصريفات الافعال. يلا بينا خش على اللي بعده. ذا ريبورت التقرير. طب يا مستر هو التقرير بيجهز ولا بيتجهز؟ لا بيتجهز. وكمان عندي باي بس دي بتاعت البصمجيه وانت مش بصمجي مع مستر عبد الرحمن. الباراجراف بيتجهز ولا بيجهز؟ لا بيتجهز. يبقى انا عايز will be والفعل في التصريف الثالث، يبقى prepared تبقى prepared. طيب هنا بيقول لي الولا نادر سوف، الولا نادر سوف يسافر الى لندن next week. اوكي نادر ده هو اللي هيسافر، يبقى انا عايز will والمصدر من غير ما ابص على الغلط اللي هو عامله، يبقى will ايه؟ will travel على طول وانت مغمض. الروبوتس اللي هي الروبوتات will نقط developed. ايه ده عايز ايه ده؟ انا عندي هنا كلمه will وعندي فعل في التصريف الثالث، يبقى انا عايز will be والفعل في التصريف الثالث. ايه will being دي؟ لا مش جايه ما تنفعش معايا. خش على اللي بعده. how do you think كيف تعتقد ان نيو تكنولوجي سوف ايه؟ عندي هنا improve سوف تحسن ولا تتحسن؟ لا هو جايب will وجايب be. will be والفعل في التصريف الكام؟ الثالث، يبقى عايز كلمة ايه؟ improved اهو على طول. I think my brother انا اعتقد ان ايه؟ ان my brother engineer next year. هنا بيقول لي next year، هو هنا بقى بيقول لي استخدم will براحتك. فانا اقوم ايه؟ اعتقد ان الولد اخويا هيدرس الهندسة السنة الجاية ولا هيتدرس الهندسة؟ لا اخويا هيدرس يا مستر، يعني عايز will والفعل في المصدر، يبقى well study على طول. بيقول لك the house الله be decorated next month. دي مالهاش علاقه بقى بمعلومه مجهول. ايه اللي بنسال بيه مع next month؟ لا الفعل المساعد اللي هو ايه؟ will the house be decorated next month. هل المنزل سوف يديكوريتد؟ ما هو المنزل هنا object. طب يلا اللي بعده. my mother can probably do the shopping tomorrow. اوكي بيقول لي كان، يبقى احط مكانها well ايه ده؟ my mother will probably do. ايوه اهو ادي will والفعل في المصدر do. اما الايه probably دي عادي اعتبرها مش موجوده كده. ايوه دي بتقوي بس المعنى مش اكتر. يبقى my mother will do the shopping tomorrow يعني هتعمل الشوبينج بكره. قشطه معايا؟ ركز ياض ركز. I expect انا اتوقع كده يا جماعه ان الواد ابراهيم نقط ذا ماتش. ابراهيم هيفوز الماتش ولا هيتفوز الماتش؟ لا هيفوز يا مستر، يبقى عايز will والفعل في المصدر، يبقى will when. perhaps ربما، يبقى بتكلم على حاجه غيبيه لسه ما حصلتش in the future. البت مريم نقط visit us يعني تزورنا next Saturday. هي اللي هتزور ولا هتتزار؟ هتزور، يبقى انا عايز will visit. لكن should دي انا عايز اقول سوف تزورنا الايه؟ السبت القادم. when will the book write. متى سوف الكتاب يكتب ولا يكتب؟ لا يكتب يا مستر. يكتب يعني be written. يكتب يعني ايه؟ يكتب يعني be written. يكتب يعني ايه؟ be written. يبقى will be والفعل في التصريف الثالث لان انا عندي الكتاب هنا مفعول مش فاعل. طيب اخر سؤالين معانا بسرعه. will the film هل الفيلم هو الفيلم بيشاهد ولا بيتشاهد؟ بيتشاهد، يبقى انا عايز be وعايز الفعل في التصريف الثالث. will the film be watched by them tomorrow. لكن لو الفيلم هو اللي بيتفرج كنت قلت عادي will the film والفعل في المصدر عادي will والمصدر. تمام. آخر سؤال. the homework will deliver next Monday يعني هيتسلم. هو الهوم وورك بيسلم ولا بيتسلم؟ لا يا مستر ده هو اللي يبقى will be delivered يعني ايه؟ will be والفعل في التصريف الثالث. جالك كلام يا بطل؟ والله العظيم 3 درس تافه قوي. تمام. فيديوهاتنا مش سريعه اهمال، فيديوهاتنا بتروق عليك وبتديك الخلاصه والمفيد في وقت قد كده عشان انت واد جامد اصلا. يلا بينا تعالى بقى على سؤال الرايت. the engineer ماله؟ سوف solve يعني هيحل المشكله. بيقول لي حط كلمه بي. جالك كلامي الراجل بيقول لي حط كلمه بي، يعني طب احطها يعني ينفع يعني الكلام ده يا استاذ عبد الرحمن؟ اقول لك ايوه ينفع. بص يا سيدي الراجل بيقول لي بي يعني هو بيقول لي استخدم will be. طب will be والفعل في التصريف الثالث. ده انا بصمجي قوي. ايه الفرق ما بين will والمصدر will be والفعل في التصريف الثالث؟ اللي فوق دي بيحل واللي تحت بيتحل.
طب ايه اللي بيتحل؟ يا ترى المهندس اللي بيتحل ولا المشكلة؟ يا سلام، ده انت جامد بقى. يبقى هقول له the problem. يعني ايه؟ يعني البروبلملاية، المشكلاية will be solved. عايز اقول باي واحط المهندس، اقول مش عايز اقول، انا حر. المهم ان استخدمت له بي صح. تعالى هنا، الراجل بيقول لي we will invite، سوف ندعو all the students، كل الطلاب to the party. استخدم الفعل في اخره اي دي، يعني تصريف ثالث. الله، طب انا يا ترى عشان invite دي تبقى invited زي ما الراجل المحترم ده بيقول لي، اعمل ايه؟ يا لهوي يا لهوي مش فاكر. الله، يلا، ما انت عارف ان will بعدها مصدر، لكن will be هي اللي بعدها الفعل ايه في التصريف الثالث. او مراجع تاني وترجع ريما لعادتها القديمه، واقول لك يا ترى هو مين اللي هيدعى؟ هل يا ترى احنا اللي هندعى ولا الطلبه اللي هتدعى؟ هتقول لي لا، احنا اللي هندعي الطلبه، يعني الطلبه هم اللي هيدعوا اهو. يبقى هبدا هنا واحط الطلبه all the students will be invited، هيتم دعوتهم لفين؟ to the party، to the party، الى الحفله. عايز تقول لي باي فلان الفلاني علان العلاني، باي اس يعني بواسطه انا، قول. مش عايز تقول انت حر، المهم انك فهمان، عارف يعني ايه will والمصدر، ويعني ايه will be والفعل في التصريف الثالث. خش معايا على السؤال الثالث، يلا بينا. الراجل المحترم بيقول لي ايه؟ بيقول لي my sister will clean the room. بيقول لي قول لي بواسطة أختي، أهو بواسطة أختي حطيتها له، شكرا شكرا. هو كده بيقول لي برضه حول لي باسف. طيب اقوم سائل نفسي، هو ايه اللي بيتنظف؟ الاوضه، يبقى تقوم بادئ لي بالاوضه ذا روم. مالها؟ لو قلت ويل كلين يعني الاوضه اللي بتنظف، لا انا عايز اقول بتتنظف، يبقى ويل بي والفعل في التصريف الثالث، يبقى will be cleaned by my sister. يبقى the room will be cleaned by my sister. طب تعالى هنا they، هم will serve lunch at 1. هم هيقدموا الغداء الساعة 1. بيقول لي استخدم ايه؟ will be، يعني بيقول لي هيتقدم. هو كده عايز يقول لي كده، يعني الراجل بيقول لي استخدم will be والفعل في التصريف الثالث، يعني will be served. انا نزلتها على طول. هو انا كده لما الاقي will والمصدر وبيقول لي حول مبني للمجهول، بشوف will والمصدر وبحولهم will be وتصريف ثالث، وبعد كده ببدا افكر واقوم سائل نفسي يا ترى يا هل ترى هو ايه اللي هيتقدم؟ تقول لي الغداء، اقول لك يبقى هبدا بيه، يبقى lunch will be served، الغداء سوف يقدم by them بواسطتهم. وريح دماغك وكمل للاخر. The teacher will explain، سوف يشرح the English lesson tomorrow، استخدم بيه عينيا. ادي will وادي بي وادي الفعل في التصريف الثالث، وبعد كده هبدا افكر. انا بصمجي في الحل عشان فهمان. يبقى انت لازم تبقى زيي، لازم ترتب خطواتك في الحل، عمرك ما تغلط، لكن تبقى فاهم الدرس وسمعه مني ومن الف غيري، وتيجي عند الحل وتعمل كده اهو. لا، يبقى انت لسه ما قابلتش عبوده بقى. ركز معايا. طيب اقوم الله هو ايه اللي هيتشرح؟ تقول لي الله ما انا قلت لك درس الانجليزي تبدا بيه، يبقى ذا English lesson سوف يشرح will be explained by the teacher بواسطة المعلم. خش على اللي بعده. They will cancel، سوف يكنسلون ماذا؟ المباراة لو شتت. طيب ماشي، يقول لي قول be cancelled، انا برضو بصمجي will والمصدر هحولها ال will be والفعل في التصريف الثالث will be cancelled اهو. أقوم سائل نفسي هو ايه اللي هيتلغي؟ ايه اللي هيتكنسل؟ تقول لي المباراة، ابدأ بيها واقول the match will be cancelled. The match will be cancelled بواسطة مين؟ او اصلا مفيش بقى هنا بواسطة، ممكن اقول مثلا ايه will be cancelled if اهو if it rains اهو. لو الدنيا شتت الماتش ايه؟ هيتلغي، وتريح ايه؟ وتريح دماغك يا صديقي العزيز. وتوته خلصت الحدوته، ومستر عبد الرحمن وراك كل الافكار اللي ممكن تيجي على الفيوتشر سيمبل في وقت قياسي قوي 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 قوي. خلي بالك العبره مش بكتر الوقت، مش بالفيديو الطويل اللي يطلع عينك، لا، العبره انك تبقى برنس، تحل معايا في فيديو قصير وتفهم مني في فيديو قصير، وبعد كده زي الشاطر تفتح اي كتاب، ولو لقيت حاجه في الفيديو القصير ده مستر عبد الرحمن ما قالهاش، ابقى تعالى حاسبني. كان معكم مستر عبد الرحمن.
اشوفك على خير في الفيديو السابع في المراجعه النهائيه. ما تنساش تشوف اللينك اللي في الديسكريبشن دايركت على المنصه عشان تشوف كل اللي فاتك فور فري للجميع زي ما وعدتكم. في امان الله.